السلام عليكم ورحمه الله. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. بالنسبه للوصفه ديال اليوم غادي نقدم معكم واحد لي ميني كيك اللي غادي نديرهم معكم. غيجيو هكا انديفيديوال في واحد لي مول ديال السيليكون بطريقه سهله وبمقادير متوفره في كل بيت، وكيجيو هائلين لا في الشكل لا في المذاق. كنتمنى باش تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وتشوفوا معنا لي ميني كيك ديالنا كيفاش غادي يجيو. فرجه ممتعه. دابا غادي ندوزو للمقادير. هنا كما كتشوفوا معايا عندي 4 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت. بالنسبه للكيسان راه العبار هادو كبارين شي شويه على الكاس ديال العنبه. هنا عندي واحد الياغورت ديال المشماش، قشور ديال الحامض، 2 ديال المعالق كبار عصير الحامض، وهنايا عندي واحد 2 ديال الخمارات اي في المجموع 16 غرام. وهنايا عندي الدقيق اللي كيبقى طبيعه الحال حسب الخليط. هنا غادي ندوزو للطريقه. مهم اما تخدموا هكا في العجانه ولا تخلطوا كلشي في الخلاط الكهربائي، مهم لكم الاختيار. هنا كما كتشوفوا معايا وضعت 4 ديال البيضات في العجانه. غادي نضيف عليهم هذاك الكاس ديال السكر سنيده، ومن بعد غادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه. سمحوا لي حيت ما كنتش مصوراها معكم مع المقادير. وغادي ندير كل شيء باش غادي يتخلط ليا كما كتشوفوا معايا حتى غادي نحصلوا على واحد الخليط اللي غادي يكون اللون ديالو مايل للابيض. هنا من بعد ما خلطت مزيان هذاك البيض مع السكر سنيده، دابا غادي ندوز باش غادي نضيف عليهم كاس ديال الزيت. حتى هو غادي نخلطو شويه مع العناصر. ومن بعد غادي ندوز باش غادي نضيف هذاك الياغورت ديال المشماش. المهم انا ضفت هذا ديال المشماش، نتوما تقدروا تضيفوا غير الياغورت يعني ناتور العادي ولا ديال الفاني، ولا تقدروا تعوضوا بواحد الكاس ديال الحليب ولا كاس ديال البرتقال. صافي هنايا منين ضفت هذاك الياغورت ديال المشماش، دابا غادي نضيف 2 ديال المعالق كبار ديال العصير الحامض، وغادي نضيف هذوك القشور ديال الحامض. تقدروا تعوضوهم بواحد الساشي ديال الفاني الا ما بغيتوش ديروا قشور الحامض. صافي هنايا من بعد ما ضفت كلشي غادي نعاود نخلي باش يتخلط ليا كلشي مزيان. ومن بعد غادي ناخذ واحد الاناء هكا كبير ولا واحد البول هكا كبير، غادي نوضع فيه هذاك الخليط يعني ديال الكيك. ودابا غادي ندوز للمرحله الاخيره اللي هي الدقيق. بالنسبه للدقيق كما قلت لكم ضروري يكون مغربل، ونحاولوا ناخذوا يعني الدقيق يكون من نوعيه جيده يعني اللي كنصايبوا به الكاطو باش نحصلوا على واحد النتيجه زوينه. وغادي نضيف هذوك 2 ديال الخمارات ديال الحلوى. صافي وغادي نبدا نخلط هكا كلشي حتى غادي نحصل على واحد الخليط ديال الكيك. بالنسبه لهذا الخليط نحاولوا يعني ما يجيناش ثقيل بزاف وما يجيناش خفيف بزاف، حيت الا كان الخليط عاود خفيف بزاف راه الكيكه غير كندخلوهم من الفرن كيعاودوا يهبطوا لينا. نحاولوا المهم ما نثقلوش بزاف وما يكونش خفيف عاود بزاف. صافي المهم انا هذا هو الخليط اللي حصلت عليه كما كتشوفوا معايا بحال هكا. وهنايا من بعد هادو هما ليمون اللي قلت لكم غادي نوضع فيهم الخليط. كما كتشوفوا معايا الشكل ديالهم كيجي جميل بزاف. هما راه كيقولوا زعما ما كيلصقوش، ولكني انا يعني باش ناخذ الاحتياطات ديالي راني دهنتهم بشويه ديال الزبده ودرت عليهم الدقيق ودرتهم في هذا المول ديال الكاب كيك غير باش يبقاو محافظين ليا على داك الشكل ديالهم يعني ما يديفورماش. صافي ومن بعد المهم انا بديت كنعمر هكا غير بالمعلقه. نتوما الا بغيتوا باش تجيكم الخدمه سهله خذوا جيب الحلواني وعملوا فيه الخليط، ديك الساعه عاد تبداو تصبوا مباشره فوق ليمون. المهم نحاولوا ما نعمروش يعني حتى الفوق راه حيت باقيين غيتنفخوا لينا في الفرن. صافي وفي هذا الاثناء راني شعلت الفرن على درجه حراره 180 درجه. المهم انا غادي ندير هذه الطريقه يعني غنعمرهم في هادو اللي صغار. نتوما الا بغيتوا ديروا كيكه هكا كبيره راه غادي تاخذوا اي مول اللي عندكم هكا كبير وتوضعوا فيه يعني الخليط ديالكم. صافي المهم غادي نبقى غادا بنفس الطريقه حتى كملت كلشي. ومنين غادي نكملوا ضروري هكا نضربوا شويه هذوك ليمون هكا فوق سطح العمل. ومن بعد غادي ندخل
الكيكات ديالي الفرن كما قلت لكم على درجه حراره 180 درجه، وراه ما كياخذوش لينا الوقت بزاف في الفرن. هنايا ها هما في الفرن، هنايا صافي راه طابوا ليا، يعني غادي نخرجهم من الفرن كما كتشوفوا معايا. وهنايا غادي ندوز، هما في الحقيقه حاولوا تخليهم يعني تيبردوا عاد ديموليوهم. انا هنايا حيت ما كانش عندي شويه ديال الوقت، كنت زربانه دغيا يعني حيتهم. هنايا راه باقي سخانين، نتوما حاولوا تخليهم حتى يبردوا على خاطرهم، وديك الساعه تحيدوهم وراه كيتحيدوا يعني كيديمولاو بكل سهوله. صافي المهم هنا بقيت غادا بنفس الطريقه حتى حيدتهم كاملين. وهنايا بالنسبه لهذاك الخليط ديال الكيك اللي بقى ليا غادي نعاود نعمر. وبالنسبه لهاد الكونتيتي اللي درت راه عطاتني 20 حبه. صافي هنا غندوز للتزيين. بالنسبه لهاد الكيكات الاولين اللي خرجت من الفرن، هنايا خديت هكا الشكلاط الابيض وذوبته في باء ماغي، وغادي نحاول باش نعمر هذيك الحفره يعني في الوسط بهذه الطريقه. مهم تقدروا ديروا الشكلاط الابيض، تقدروا ديروا الشكلاط الاسود، الا بغيتوا ديروا الكونفيتور يعني تعمروا به، ولا الا عندكم الكراميل. مهم التزيين راه كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب داكشي اللي متوفر عندنا. صافي ومن بعد هنايا تاخذوا هكا اي عقيقات ولا الفيرميسيل شوكولا ولا اي حاجه عندكم، وغادي نزينوا بها هكا من الفوق فوق هذاك الشكلاط. صافي المهم هنا من بعد ما كملت هادو خديت هكا لي كيسات وضعت فيهم الكيكات ديالي بهذه الطريقه، كيجي الشكل ديالهم جميل بزاف. وبالنسبه للكيكات الاخرين ها هما تما خرجتهم من الفرن. هنا في حقا ملي كنت كنديكوري هادو يعني تحمروا ليا واحد شويه، مهم غير ما تخليهمش يتحرقوا، يعني راه غتحمروا ليا مزيان يعني تا هكا جا الشكل ديالهم زوين. وهنايا خديت هكا واحد شويه ديال العسل وخديت البانسو وبديت كنوضع العسل بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا في الصوره. ومن بعد غادي ناخذ الكوك وغادي ندردرو عليها من الفوق بهذا الشكل. المهم انا فضلت ندير الكوك، نتوما الا بغيتو الا عندكم لي زامونط ايفيلي ولا عندكم كاوكاو ولا لوز كونكاسي، مهم اي حاجه عندكم راكم تزينوا بها. بالنسبه لهذيك الحفره اللي في الوسط انا فضلت نخليها غير هكاك. نتوما الا بغيتو تعمروها بالكونفيتور ولا ديروا تاع الشكلاط، مهم لكم الاختيار. انا فضلت نخليهم غير بحال هكا. وهنايا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكات ديالي، كيجيو بحال هكا. كيجي الشكل ديالهم هائل بزاف، لا في الشكل ولا في المذاق، وكيجيونا يعني كيكات هشاشين وخفاف وكيستحقوا التجربه. مهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم ومن التعليق الزوينه بحالكم، هذا فضلا وليس امرا. وهنايا انا غادي نحل معكم وحده. هنايا صراحه ما خليتش يعني على الشكلاط حتى يجمد ليا، يعني فتحتها معكم والشكلاط يعني باقي سايح شي شويه. المهم نتوما خليو الشكلاط حتى يجمد. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم، الى الفيديو المقبل باذن الله. باي باي.